إيزي تاون أو مدينة الكسالة هو أحد البرامج اللي كنا نشاهدها وإحنا صغار. هذا البرنامج مخصص للأطفال، كان يسلط الضوء على التعليم والنشاط والحيوية والغذاء الصحي، واحتل مرتبة عالية في المشاهدات والتعليقات الإيجابية. فبالبداية لازم نتعرف على الشخصيات اللي في برنامج ليزي تاون. أول شخصية عندنا اللي هو ماغنوس، واللي ما يعرف ماغنوس هذا هو البطل اللي في البرنامج. والشخصية الثانية هي جولينا، واللي ما يعرف جولينا هي البنت اللي كانت تلبس وردي وكانت نشيطة جدا. والشخصية الثالثة هو ستيفان كارل، هذا هو اللي كان شرير. والسؤال هو أين اختفوا أبطال برنامج ليزي تاون؟ فقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وخلوكم مع المقطع. بالبداية بتكلم لكم الملخص ومن بعدها نعرف أبطال البرنامج. ففي عام 2004 تحديدا في دولة إيسلندا تم عرض برنامج اسمه ليزي تاون، وهذا البرنامج انتشر بجميع التواصل الاجتماعي. وتدور أحداث البرنامج عن مدينة كسولة وما فيها أي نشاط، وفي شخص سبب دمار هاي المدينة، والذي كان يحاول بكل الطرق يجعل العالم ما عندهم أي طاقة. فهنا نشوف فتاة اسمها ستيفاني وذهبت لقضاء العطلة الصيفية مع عمها، وتكتشف انه المدينة التي ذاهب اليها سكانها كسالى، حتى الاطفال كسالى. فهنا تقرر انه تغير المدينة وتجعلها نشيطة، فبدأت تحاول بالغناء والرياضة واللعب، ولكن كانت اهم الصعوبات اللي هو روبي روتن. السؤال هو من هو روبي روتن؟ روبي روتن يا عزيزي هو الشرير، فكان يحاول بكل الطرق ان يفسد كل الحيل اللي تعملها ستيفاني لكي تبقى المدينة كسولة. فهنا ستيفاني استعانت بالشخصية المميزة والقوية اللي هو سبورتوكاس حتى يساعدها في إحياء المدينة وينتصرون على روبي روتن. فسبورتوكاس كان يتميز بالنشاط والقوة البدنية، وبدأوا يحاولون إيقاف جميع خطط روبي روتن. بعد ما خلصنا من الملخص راح نبدأ نتكلم لكم عن الأعضاء اللي في البرنامج وأين اختفوا. أول عضو هي جوليانا روز أو المعروفة باسم ستيفاني. هذه البنت هي ممثلة أمريكية اشتهرت ببرنامج ليزي تاون، وكانت طفلة نشيطة وتحب الغناء والرقص وحتى التمثيل. فلما شاركت في برنامج ليزي تاون كانت هي الشخصية الأساسية في نجاح البرنامج. فالمواسم الأولى هي التي اقتبست الشخصية والجمهور تعلق بها، ولكن بعد مدة وقعت تغيرات كثيرة في البرنامج، وأحد التغيرات هي الممثلة ستيفاني تم استبعادها من البرنامج، مما أثار العالم وصارت مطالبات كثيرة بإرجاع ستيفاني للبرنامج. ففي عام 2004 كان عمرها 13 سنة، ولكن بمرور الوقت كبرت فيها العمر، لأن الدور اللي كانت تمثل فيه المفروض لبنت صغيرة. فالموسم الأول والثاني كانت مشاركة فيهم، وعندما بدأ الموسم الثالث صارت المفاجأة اللي هي قرروا يدعون الممثلة كلوي لانك لأن كانت أصغر في العمر. لكن هذا التغير عمل ضجة كبيرة جدا، وقالوا أن جوليانا روز هي أكثر تناسب للشخصية. فبعد ما خرجت حدثت الكثير من الإشاعات، في ناس تقول أنها اعتزلت التمثيل واهتمت بدراستها، وناس تانية يقولون أنها توفت، ولكن كل هذا كذب وغير حقيقي، لأن ظهرت في أحد البرامج لكي تثبت أنه هي بخير وما حدث لها أي مكروه. بالنسبة إلى كلوي لانك قدرت تمثل في برنامج ليزي تاون وكملت الموسم الثالث والرابع، لم تستطيع تحقيق الشهرة مثل جوليانا روز أو المعروفة باسم ستيفاني. فبعد ما انتهى برنامج ليزي تاون جوليانا روز اختفت من التمثيل نهائيا. كثير من التساؤلات عن لماذا ستيفاني لم ترجع إلى التمثيل. الجواب بكل صراحة وهو أن التمثيل بالنسبة لستيفاني تجربة ممتازة، ولكن اختارت حياة مختلفة وبعيدة عن عالم التمثيل وبس. خلينا ننتقل إلى الشخصية الثانية اللي هي ماغنوس أو المعروف باسم سبورتوكاس. انولد في 10 نوفمبر عام 1964. يتميز سبورتوكاس بعضلاته ولياقته البدنية وقدرته الخارقة، واشتهر بتأليف برنامج ليزي تاون وعمل كمخرج فيه. وحتى بعد انتهاء برنامج ليزي تاون كان ينصح بالرياضة ويلعب مع الأطفال.
الشخصية الثالثة هو ستيفان كارل أو المعروف باسم روبي روتن. انولد في 10 تموز عام 1975، ولكن قصته كانت حزينة جدا. كان دوره في البرنامج شرير ومضحك بنفس الوقت، فكان العدو لسبورتوكاس وستيفاني. كان يعمل خطط لكي ينتقم منهم، فكان يلبس ملابس مضحكة ويستعمل أدوات لكي يعمل خططه حتى يبقى العالم في حالة الكسل. ولكن في كل مرة يفشل بسبب ستيفاني وسبورتوكاس وينقذون السكان على آخر لحظة. فكان ممثل بارع وممتاز، ولكن بعد مدة قرر يبتعد عن التمثيل. ولكن بعام 2016 تم عمل لقاء معاه وقال لهم انه مريض بالسرطان. هذا الخبر انتشر بجميع مواقع التواصل الاجتماعي وصدم الجمهور ومحبينه، فقرروا الجمهور يعملوا حملة كبيرة جدا لكي يجمعون التبرعات حتى يتشافى من مرضه. شكر الجمهور، ولكن بعام 2018 تم إعلان خبر وفاته. انصدموا الجمهور لأن كان مصدر رئيسي لسعادتهم، وبأحد المصادر تقول دخل الإسلام قبل وفاته ب4 أشهر، فالله يرحمه. أما الشخصيات الأخرى اللي في البرنامج مثل تريكسي وستينغي وبيكسل وغيرهم من الشخصيات كان حجمهم بحجم إنسان، وفي أشخاص ممثلين كانوا يتحكمون بهم عن طريق أيديهم، وكانوا سبب رئيسي بنجاح هذا البرنامج لأن الأطفال كانت تحبهم جدا. هسه ننتقل إلى الجانب المظلم من برنامج ليزي تاون. أول نظرية، لو تلاحظون إنه المدينة بأكملها لا يوجد أحد يعيش فيها بس اللي ظهروا في البرنامج. والنظرية الثانية إنه بس مدينة ليزي تاون موجودة ولا يوجد أي شيء حولها، وهذا الشيء بحد ذاته غريب ومرعب بنفس الوقت. لأن النظرية الثالثة تقول إن وقع انفجار أدى إلى إنهاء العالم، وهذا المكان وحده اللي نجا من الكارثة ومعه الأشخاص. فاعطوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والمتابعة، وانتظروني بحلقات جديدة، ومع السلامة.